بالعودة إلى عنوان المبحث السابق، لماذا سكت الأستاذ السيستاني عن تهمة رامسفيلد ورشوة 200 مليون دولار لإسقاط الجهاد وتأمين الاحتلال؟ تدرجنا عن قصد بطرح المعلومة لكشف المكر والخداع والشيطنة عند الحوزة، عند السيستاني، عند أتباع السيستاني، عند المراجع، عند أتباع المراجع في التراث الشيعي. هذه الشيطنة ثابتة. الآن مر عليكم، وهذا الذي يمر علينا قد مر على من سبقنا على طول تاريخ الشيعة الاثني عشرية. الآن كلما يسجل إشكال، كلما تطرح قضية من هنا، يذهبون إلى السيستاني، إلى المراجع، إلى أتباع السيستاني، إلى أتباع المراجع، إلى الشياطين، إلى الأبالسة من الجن والإنس، يأتون بأجوبة تافهة باطلة على ما نقول. وبعد أن نرد تلك الأباطيل، بعد أن نبطل تلك الأباطيل والخرافات، يذهبون مرة أخرى إلى شياطين الإنس والجن، إلى السيستاني، إلى المراجع، إلى أتباع السيستاني، إلى أتباع المراجع، ويأتون برواية خرافية أخرى، بأكذوبة أخرى. بهذه الصورة كتب التراث الشيعي. هذه الصورة التي تمر علينا الآن. تكتب الروايات ويدلس في الروايات ويضاف إلى الروايات ويؤتى بروايات خرافية من هنا وهناك، وتسجل في التراث وتثبت في التراث الشيعي. ونحن كما قلنا عن قصد نطرح بعض المعلومة بالتدريج بالتدرج. الآن عندي السيستاني، الأستاذ السيستاني، الإمام السيستاني، المرجع الأعلى للشيعة السيستاني، العالم الأعلم الذي لا يمتلك أي ذرة من العلم، أي ذرة من الدليل الدال على الاجتهاد فضلا عن الأعلمية. هذا موجود. السيستاني موجود. السيستاني مولود. السيستاني قضية خارجية ثابتة يقينا، بغض النظر عن ولادته وسبب الولادة، كما يطرح الكثير من الأمور بهذا الخصوص. لا علاقة لنا بهذا الأمر. لكن عندي الثابت يقينا وجود السيستاني، الثابت يقينا ولادة السيستاني. لاحظ، يثبت السيستاني. من أين أتى السيستاني؟ إذا ثبت وجود السيستاني وهذا الأمر يقيني لا خلاف فيه، إذن يوجد ولادة. وإذا يوجد ما يخالف الولادة بطريق آخر، فنحتاج إلى دليل لإثبات الطريق الآخر الذي أتى منه السيستاني.